الو بنات، اليوم مسوية كبة حامض. بس اريد اعطيكم فكرة. اني احب القرع او اليقطين شو ما تقولون. بس فكرتي انه اخليها بالكبة، بس بالمي مالتها يستوون واشيلهم. كلش طيب هاي الفكرة، تخلين القرع هيجي كله ويا الكبة، وتسدين القبخ وتسدين القبخ عليهم، فد ربع ساعة شوي يستوون، هم سريعات الاستوى صراحة. وتشيليهم من الكبة. أنا هاي هيجي متعلمة وهيجي يعجبني. شوفوا حبيباتي، هذا القرع حياته. انتو لا تباوعون على هاي الشغلات، باعوا أهم شي الطعم، لأن كلها حياخذ طعم الكبة وبخلي يعني طبعا حامض، عاصرة حامض. طعم الكبة وطعم المي مالته كله حياخذ القرع. وشكرا. هسه رجعنا مرتلوخ، شلت القرع كله. اول يقطين هي كلها شلته، خليته صفى، يعني اذا بقى بالكبه يتفلش. بس هو يلتطعم للكبه، والكبه هم تطعم لها. هاي تخلوها صفح، ومن تخلون الكبه تاكلوها وياها والف عافيه، لان اذا بقت بالكبه تنهرس، يعني حرامات ما تصير طيبه. وهاي هم جمعة السكر، وينو ليش لا؟ كل الزين الهم وتاكلوها بالعافيه. واني صراحة اني من اطبخ على طبيعتي، ما اريد لا تفيك ولا هم يحزنون. ما اجيب ارقى الاشياء مالتي واخليها، هو هذا طبخي وهاي غراضي. واللي يباوع اهلا وسهلا، واللي ما يباوع اهلا وسهلا، والف عافية علينا. واذا شفتوها الف عافية عليكم همين، وسهمكم العافية، وشكرا.